بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمجزرة رابعة والتي حدثت في مثل هذه الأيام منذ 7 سنوات، وكنت حاضرا لهذه المجزرة من بدايتها إلى نهايتها. وصف مجزرة هو وصف دقيق لما حدث في هذا اليوم. بدأت قوات الشرطة والجيش الهجوم على المعتصمين السلميين منذ الساعة 6 صباحا، ورأيت بنفسي المجنزرات والطائرات وهي تقصف السلميين المتظاهرين المعتصمين في رابعة بقنابل الغاز من الطائرة ثم برصاص محرم دوليا. رأيت بنفسي هذا الرصاص ينفجر في رؤوس الشهداء، ورأيت بنفسي يدخل إلى قلوبهم ويفجرها. في بضع ساعات رأيت بنفسي مئات الجثث ووضعتها بيدي هاتين في أماكنها المخصصة للشهداء. لم يكتفي هؤلاء فقط بالرصاص وقنابل الغاز، وإنما قاموا بإحراق مسجد رابعة بمن فيه من أطفال ونساء، ثم أحرقوا باقي الخيام الموجودة في الميدان. ظلوا على هذا الحال لمدة 12 ساعة كاملة. لم ينتهي هذه الحكاية إلى هذا، وإنما في نهاية اليوم أخذوا كل الشهداء وأحرقوا الجثث، وأخذوا بعضهم إلى صحراء قريبة من مدينة نصر ودفنوها دون صلاة ودون أي إجراءات إسلامية للدفن. استطعنا بصعوبة أن نأخذ بعض الجثث إلى مسجد قريب اسمه مسجد الإيمان، ووزعنا هؤلاء الشهداء لأقاربهم بصعوبة بالغة. ثم اتصل بي أحد الإخوة وسألني: الآن الشرطة والجيش جاءوا لأخذ باقي الجثث، وقالوا إذا لم نأخذ هذه الجثث سنحرق المسجد بمن فيه بالشهداء وبمن يقف بجوار الشهداء. وبالفعل أخذوا هذه الجثث وذهبوا بها إلى صحراء الإسماعيلية، وأقاموا هناك مقبرة جماعية لهؤلاء الشهداء. لذلك يوجد الكثير والكثير من الشهداء لم يتعرف على جثثهم إلى الآن، لأنها دفنت دون أي إجراءات ودون تسجيل لأسمائهم في أي مستشفى أو في أي مكان آخر. هذه المجزرة مجزرة تاريخية لم تشهدها مصر قبل ذلك، وإن شاء الله لا تشهدها بعد ذلك. بالنسبة للإرادة لمعاقبة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذه المجزرة المروعة، هناك للأسف الشديد توافق إقليمي وتوافق دولي على حماية هؤلاء المجرمين وعدم محاكمتهم محاكمة عادلة. وآخر مثال على هذا حازم الببلاوي، هذا الموجود في أمريكا وكان رئيسا للوزراء في وقت الفض. أقام أحد الذين تم تعذيبهم محمد سلطان دعوى ضده وقبلتها المحاكم الأمريكية، ولكن الخارجية الأمريكية وضعته تحت الحصانة الدبلوماسية وحمته مع أنه مجرم. إذن لا يوجد إرادة دولية لمحاكمة هؤلاء، ولا يوجد إرادة إقليمية لمحاكمة هؤلاء يتمتعون بالحماية من دول إقليمية كبيرة مثل السعودية والإمارات وغيرها من الدول، وعلى رأس هذه الدول التي تحمي هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم السيسي هي إسرائيل، لأنه حليف لإسرائيل. لكن نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن تأخذ العدالة مجراها ويحاكم هؤلاء أمام محاكم عادلة لما اقترفوه من مجازر في حق هذا الشعب وفي حق هذا الدين. الذي سيطالب
تطبيق العدالة على هؤلاء المجرمين هم أهالي هؤلاء الشهداء، ومن ورائهم المدافعين عن الحرية والكرامة الإنسانية، هم الذين سيطالبون بمحاكمة عادلة لهؤلاء المجرمين، هؤلاء السفاحين. باقي بير سؤال. بين الشعب المصري وبين الحرية مسافة ليست بالقصيرة وليست بالطويلة، ولكن حتى يحصل هذا الشعب على الحرية ينبغي أن يسير في طريقها، وأول طريق للحرية هي الوعي، أن يعي ويفهم هذا الشعب المصري أن هؤلاء مجرمون، وأن هؤلاء يحكمونه بالحديد والنار، وأن هؤلاء عملاء، وأن هؤلاء وكلاء للاحتلال الخارجي يحكمونهم. إذا فهم الشعب هذه الحقيقة سيبدأ يتحرك إلى نيل حريته واستقلاله الاقتصادي والسياسي عن هؤلاء الدول التي تدعم هؤلاء المجرمون. إذن الطريقة للحصول على الحرية تبدأ بالوعي، ثم القيام بثورة شاملة ضد هذا النظام المجرم الموالي للغرب والموالي لإسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. 7 سنوات مرت على مذبحة رابعة والنهضة، هذه المذبحة الكبيرة التي وثقتها كاميرات العالم كله، تحدثت عن مذبحة كبيرة قتل فيها المئات بل ربما الآلاف، كما أن هناك العشرات من الآلاف قد أصيبوا في هذه المذبحة. تضرر آلاف المصريين من خلال أو من جراء هذه المذبحة الكبرى التي أصابت الشعب المصري. وكانت الجريمة الكبرى عندما استخدمت السلطة الغاشمة الرصاص الحي لتفريق متظاهرين سلميين، واستخدمت الجرافات في إزاحة الخيام وإزاحة الجثث، كما أنها قامت بإحراق الموتى في مشهد لم يرى التاريخ له مثيلا، في إشارة إلى هولوكوست يحدث في هذا العصر الحديث، أكبر مذبحة بشرية تقع للشعب المصري، بل ربما أكبر مذبحة يوثقها العالم بالصوت والصورة. والجميع يتحدث متى ينال الجناه عقابهم، هل أفلتوا بالعقاب بعد مرور 7 سنوات؟ نقول لا، لم يفلتوا بالعقاب، بل سيعاقبون وسيمثلون أمام محاكم الشعب حتما، لأن الشعب المصري لم ولن يتوقف حتى تتحقق له إرادته وحتى تتحقق له حريته. فالشعب المصري الذي ثار قبل 100 عام في ثورة 1919، وها هو يثور أيضا منذ 2011 وحتى الآن، وقد أسقط الطاغية حسني مبارك، وبإذن الله تعالى نحن على يقين بأنه سيطيح بالطاغية عبد الفتاح السيسي، وأيضا سوف يكون هناك عهد جديد بإذن الله تعالى.